صحابي البايكر صباح الفل عليكم. النهارده بقى جايبين لكم السكوتر اللي كسر مصر كلها، الدايو اي دي في ال 200. هنعمل ريفيو سريع كده عن السكوتر من ورا لقدام ونقول لكم ايه راينا. بصوا يا جماعه، بنبتدي كده بالاطار الامامي زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله الطنبوره حاجه محترمه، حجمها كبير تمام. طبعا فرامل باكن امامي، الكاوتش تحسوا ان الكاوتش بتاعه كده هاف اوف رود. طبعا الكاوتشه بتاعته 13 علشان تستحمل الطرق والكلام ده. طبعا انوار ليد. تعالوا كده نبص مع بعض على العداد. الله اكبر، العداد بتاعه يا جماعه يعني تحسوا ان هو شاشه ديجيتال، تحسوا ان هو يا جماعه شاشه ديجيتال بجد. طبعا هنا التانك بتاعه تمام. طبعا تعالوا كده بقى، بص معايا على الجمال دوت بقى. المساعد اللي عامل قلبان في مصر كلها، ده مساعد غاز يا جماعه. خلي بالكم المساعد ده بيبقى فيه زي بلف من هنا كده تمام، والبلف ده انت ممكن تملى بيه الغاز. المساعد الغاز ده ميزته ان هو بيبقى قوي جدا، بيتحمل ما شاء الله. وكمان المساحه ما بين السكوتر من هنا لحد الرفرف المساحه كبيره علشان السكوتر ياخد ويدي معاك. كمان بصوا يا جماعه الشكمان بتاعه حاجه تحفه بجد، حاجه تحفه التحفه بجد، ولا صوته بقى. طبعا كمان بيتميز بفرامل باكب خلفي زي ما انتم شايفين. نظام الفرامل بتاعه حلو جدا جدا، الطنبوره بتاعته كويسه، حجمها مناسب. كمان الجنط الخلفي زي ما انتم شايفين برضو ان هو هاف اوف رود. كمان بصوا كده عاملين الاشارات من ورا بشكل جميل قوي، الفوانيس من ورا حاجه روعه. طبعا هنا بقى عاملين لك ايه، سناده للشنطه، بس احنا شايلين الايه، الشنطه. تعال اقول لك كمان بقى ميزه فيه بصراحه، وميزه حلوه قوي، ان الجدون بتاعه يا جماعه الزاويه بتاعته واسعه، يعني زاويه الجدون واسعه جدا، تقدر تاخد بيها ملفات على الواسع. فالسكوتر بامانه ربنا، تعال ناخد كده بصوا من بعيد، بصوا حاجه ادفنتشر يا جماعه. ده غير طبعا بقى الالوان بتاعته الجميله. طبعا ده غير بقى ان هو موتور سي، يعني موتور 200 سي، فديت حاجه طبعا مميزه ان الموتور بتاعه قوي. كمان زي ما انتم شايفين كده هتلاقي ايه بقى، التانك عندك هنا، هتلاقي مكان كده تحط رجلك فيه تمام عشان تبقى قاعد مرتاح في القعده. فما شاء الله يا جماعه بامانه ما شاء الله السكوتر دوت حلو جدا جدا جدا. انا شايف ان السكوتر دوت هو من انجح السكوترات اللي نزلت في فئه ال 200 بالسعر الخطير دوت. كمان طبعا عايز اقول لكم على حاجه برده في السكوتر ده جميله قوي، ان الفينش بتاعه والتقفيل بتاعه. بصوا عاملين لك كاوتش كده عشان ايه، هنا ما يخشش التراب على الحته بتاعه الموتور. فيا جماعه بصراحه وبامانه السكوتر الفينش بتاعه والتقفيل روعه 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 بجد، ما شاء الله يا جماعه. ودلوقتي بقى هنروح ايه بقى لصاحب السكوتر تمام، وهنساله نقول له ايه رايك فيه. صباح الفل حبيبي، ايه الاخبار؟ علي صوتك بقى. الصراحه السكوتر ده بسم الله ما شاء الله، انا كنت راكب قبلها اس تي، الصراحه ده احسن منه كتير في السحب وفي كل حاجه. واكتر حاجه مريحاني فيه الزاويه بتاعت الجدول دي، ان هي مش لازقه في هو يعني صاحب السكوتر شايف ان السكوتر بصراحه ما فيهوش اي عيوب تمام. مساعدين الغاز دول برضه بيتكلم عن المساعدين الغاز، ان المساعدين بصراحه عاملين معاه شغل جامد قوي. طيب ايه رايك في التجربه عامه؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني التجربه كويسه. طيب انت كنت مغير سكوتر اس تي وجبت دوت تمام، مين بالنسبه لك احلى بامانه الله؟ هما الاثنين برضه كويسين. مين مريح اكتر؟ ده اكتر مريح تمام. ده بتاع جري، مش من رايي ان ده سكوتر. يا جماعه انا عارف المايك مش معايا معلش، فهو بيقول لنا ان دوت سكوتر بصراحه بتاع جري، ان هو الموتور بتاعه قوي عافي. بالظبط، ده مش بتاع سيتي سكوتر خالص، ده مش سيتي سكوتر، ده ممكن تسافر بقى حته. ما شاء الله ما شاء الله عليك. في الاخر يا جماعه بنقول لكم اللي عايز يشتري الدايو الاي دي في توكل على الله، السكوتر حلو جدا. كمان بصوا يا جماعه حته طبعا السكرينه الاماميه شكلها جامد قوي، الاشارات، لا كمان السكرينه دي يا جماعه بتعلى وبتوطى، يعني بصوا زي ما انتم شايفين بتعلى وكمان ايه بتوطى، الاشارات اللي معموله بره. فبصراحه يا جماعه اي حد عايز يشتري الدايو الاي دي في توكل على الله، السكوتر فعلا محقق نجاح، سكوتر على مستوى الموتور الله اكبر. في الاخر بنقول لكم ارجو تكونوا استفدتوا.